ازاي تكون انسان صاحب شخصية قوية ومحبوب؟ معظم الناس بيفضل انه يكون صاحب شخصية قوية وحضور قوي، وده لانه بيكون مستعد دايما لاصعب المواقف وعنده دايما حلول لاي مشاكل بتقابله في حياته. فلازم تخلي لنفسك بصمة طيبة في اي مكان تتواجد فيه، بمعنى ان يكون لك طريقة مختلفة ومهذبة في الكلام والتعبير عن رأيك، وان كلامك يكون مفيد وهادف. ويا سلام بقى لو كان كلامك قليل، لان الانسان لما يكون كلامه كتير وتافه اكيد هتقل هيبته قدام الناس. ومش كل حاجه تتقال او تحصل قدامك تضحك عليها، لان الانسان اللي بيقعد يضحك على الفاضي والمليان بيكون تافه وغير جدير بالمسؤوليه. وحاول برضو تقدم المديح والمجاملات للاشخاص اللي يستحقوا، وده طبعا بيكون بالعقل، لان الناس بتحب اللي يمدحها ويذكر صفات طيبه فيهم. وطبعا لازم كل واحد يكون له حدود في التعامل معاه، يعني وبمعنى اوضح حط كل واحد في المكان اللي يستحق انه يكون فيه. وما تحاولش تعرف حاجات حصلت من وراك وتروح تسأل الناس عليها، وتقعد تسأل هو فلان ده قال عليا ايه وايه اللي حصل من ورايا والكلام ده، يعني لانك بكده بتدي الشخص حجم اكبر من الحجم اللي هو يستحقه. واخر حاجة هي انك تساعد كل الناس حتى اللي انت واثق انهم بيكرهوك او بيحقدوا عليك، واوعى تستنى منهم رد للمعروف ابدا او الجميل اللي انت عملته، لان الانسان الشهم وصاحب الشخصية القوية بيشوف كل الناس ضعيفة ومحتاجة للمساعدة، ودايما شايف نفسه مش محتاج مساعدة من اي شخص كان، وان المعين الاول والاخير له هو ربنا سبحانه وتعالى، فكفى بالله معينا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فلو كنت بتشوف المقطع عن طريق اليوتيوب ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو كنت بتشوف المقطع عن طريق التيك توك فما تنساش تدعمنا بالاعجاب والمتابعة والمشاركة والاكسبلور. دعمكم لينا هيخلينا نستمر. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.